أشاد الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب بالجهود الأمنية في محافظة تعز عقب مقتل المتهم الرئيس بمقتل افتهان المشهري المدعو محمد صادق المخلافي خلال مداهمة نفذتها الحملة الأمنية المشتركة، مؤكدا أن ما حدث يشكل بداية لسقوط أوكار المجرمين الذين عبثوا بأمن المدينة واستقرارها. وقال البركاني في منشور على صفحته بالفيسبوك إن جريمة اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين الدكتور افتهان المشهري مثلت وصمة عار في حق تعز بعد أن استهدفت امرأة عرفت بإخلاصها وطهارتها وشجاعتها، مشيرا إلى أنه عرفها منذ صغرها وكانت بمثابة ابنة عزيزة بالنسبة له. ووجه البركاني شكره لقيادة وأفراد الحملة الأمنية المشتركة، داعيا اللجنة الأمنية إلى مواصلة جهودها حتى تطهير المدينة من المجرمين وعودة تعز إلى عهدها كمدينة للأحرار والأفكار لا مكان فيها للمجرمين والأشرار.